السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده انا بقدم طبق كشري. عايزه اقول لكم اهم حاجه، الاكل ما بياخدش مني اي وقت. اهم حاجه كده التقديم. زي ما انا بقول لكم كده، يعني انا ممكن اعمل الوصفه دي الكشري اهو سهل وبسيط، بس التقديم بياخد مني وقت وبقعد افكر اقدم لكم الطبق في احسن صوره يبقى ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، عشان نعمل الكشري جبت بصلتين متوسطين وقطعتهم جوانح، واحط عليهم بقى شويه ملح بالشكل ده، واحاول بقى افرفطهم كده من بعض. قبل ما ابدا اي حاجه خالص ببدا بالبصل زي ما انتم شايفين كده. خلاص فرفضتهم من كده، ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، حله على النار كده فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليهم بقى ايه، معلقه توم كانت مفرومه عندي في الفريزر كده وحطيتها، وكده بسيب التوم بقى يتشوح زي ما انتم شايفين ولونه عامل ازاي. كده بقى خلاص اصفر معايا بالشكل ده، محاول ايه ان هو ما يغمقش معايا. وانزل عليهم كده بمعلقه خل، وهنزل عليهم بكيس طماطم كنا مصلصينه سوا بالشكل ده، واحط بقى كمون واحط ملح واحط فلفل اسود وهغطيها. وكده كمان احط بقى شويه زيت عشان ايه نحمر فيها البصلايه بتاعتنا. يبقى احنا كده عملنا صلصه الكشري وايه، وبنعمل البصلايه بتاعه الكشري. ورحت جايبه 3 بيضات كده، حسب ايه عدد اللي موجودين في البيت بيض، ورحت سلقاه. وزي كده ما ماشيين مع بعض خطوه خطوه. والبصليه بتاعتي بقى كده اولع البوتاجاز، يعني عين البوتاجاز تكون عاليه، واروح بقى لما تاخد لون كده اروح مهديه عليها النار خالص، عشان ايه تديني قرمشه البصل زي ما انتم شايفين. وكده بقى هشيل البصل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واروح بقى ايه الزيت بتاعي ده اروح واخداه وحطاه في حله عشان اعمل بيه ايه الكشري. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده صفيته، واحط كمان شويه زيت كمان صغيره، وحطيت كده كوبايه من الشعريه ايه احمرها في الزيت ده بتاعنا. هعمل الكشري الاصفر النهارده بشعريه. شايفين البصليه دي بتتاكل قبل ما الكشري ايه يتعمل زي ما انتم شايفين كده. انا بحمر ايه الشعريه. عايزه اقول لك بقى ان ايه، وكمان هغسل الرز والعدس ده كمان، واروح نازله بيهم على الشعريه كده، وحاطه شويه ملح، واحط كمان سن الكمون، واروح حاطه الميه، واسيب بقى العدس بتاعنا ده يستوي. اللي في موجود ده شويه بصل، يعني اللي كانت موجوده الاول بصل، وضفت كمان معلقه بصل متحمره. وكده الكشري بتاعي يعتبر خلص، وقدمته معاكم بالشكل ده. واقول لكم بقى لو عجبكم الكشري بتاعنا ما تنسونيش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير، واقول لكم ايه السلام عليكم ورحمه